السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل وبسيط، وبنقول لك على كل افكاره وتركاته، وما تقلقش عشان بنكلمك بالهجايز. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجايز. ومكملين واسرار العلاقة بين الستات والرجالة، وكتابنا رجال من المريخ ونساء من الزهرة للكاتب الامريكي جون جراي، واللي اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت، واللي هنسيب لكم اللينك بتاعها في الرابط بتاع الفيديو، ان الرجاله من عالم وان الستات من عالم تاني خالص. كل واحد فيهم بيفكر بطريقه مختلفه عن التاني، كل واحد فيهم له احتياجات مختلفه عن التاني. الراجل اللي بتحركه الحقائق والمعلومات، انما الست تحركها مشاعرها واحاسيسها. الست كائن اجتماعي ما تقدرش تعيش من غير تواصل ومن غير مشاركه مع الاخرين، انما الراجل كائن مستقل بيعيش بنفسه ولنفسه. الست بتتكلم عن مشكلتها عشان عايزه تحصل على التعاطف مش الحل، انما الراجل لما بيتكلم عن مشكلته بيكون محتاج مساعده او نصيحه من شخص خبير. اكبر مشكله بتواجه الست مع الراجل ان الراجل مش بيسمعها، او بيسمعها بس مش بيديها التعاطف اللي هي عايزاه. واكبر مشكله بتواجه الراجل مع الست ان الست تحاول ان هي تحسن منه او تغيره او تنصحه، لان في الوقت ده هو بيحس ان هو محكوم وما بيكونش مركز القوه في العلاقه، وده اللي هو بيساعده دايما. التقدير هو اللي بيحفز الست للحب، انما الراجل اللي بيحفزه للحب هو احتياجك ليه. الست من طبعها العطاء، فبالتالي لازم تتدرب ازاي تاخد مقابل اللي هي بتمنحه، وده عشان ما يرجعش الراجل ويرتد تاني لمبدأه القديم، مبدأ الأنانية. بينما الراجل لازم يتدرب على العطاء عشان يبقى مبدأ الطرفين في العلاقة هو ربح ربح، وده سر العلاقات السوية. كل شيء في العلاقة لازم يكون له حدود، الأخذ له حدود، العطاء له حدود، كمان التصرفات الغير مقبولة من الأول لازم يتحط لها حدود. والنهاردة هنتكلم عن اللغات المختلفة اللي بيتكلمها أهل المريخ وأهل الزهرة، واللي بيستخدموا فيها نفس المفردات، لكن المقصود منها بيكون مختلف، لأن لغة الراجل هي الحقائق والمعلومات، بينما لغة الست هي المشاعر. الست لما تتكلم وتقولك إحنا مش بنخرج أبدا، فهو بيفهم مش بنخرج إزاي، إحنا لسه خارجين الأسبوع اللي فات، يعني هو بياخد كلامها على إن هو حقائق، بينما هي بتتكلم عن مشاعرها، هي عايزة تخرج دلوقتي. بس حط في اعتبارك إن المبالغة من طبيعة الست. لما هي تقول أنا تعبانة جدا النهاردة مش قادرة أعمل أي حاجة، هو بيفهمها إن أنا بعمل كل حاجة وأنت مش بتعمل أي حاجة، بينما هي تقصد أنا كان عندي شغل كتير النهاردة، تعبت جدا، محتاجة أستريح شوية عشان أقدر أكمل تاني. هي لما تقولك أنت ما بقتش تحبني، هو بيفهم إن أنت بطلت تحبني، بينما هي تقصد إن أنا محتاجة أحس منك بالحب، محتاجة أحس منك بالأمان، محتاجة أحس إنك أنت لسه معايا. يا سيدي قول لها كلام حلو، كلمها دايما وطمنها ان انت معاها وجنبها، لان الست دايما بتفسر سكوت الراجل للأسوأ، بينما هو لما بيلزم الصمت بيكون لانه داخل الكهف. طب ليه الراجل بيدخل الكهف؟ الراجل بيدخل الكهف لسبب من 4. اول سبب عنده مشكلة بيدور لها على حل، 2 عنده سؤال بيدور له على اجابة، 3 منزعج او متضايق او حاسس بشوية ضغوط عليه، 4 بيفكر في شيء او محتاج يعيد ترتيب نفسه واولوياته. امال الست بتسكت ليه؟ لا، هو في الحقيقه الستات ما بيسكتوش ابدا، الستات بيتكلموا وبيتكلموا. فهنقول ليه الست بتتكلم. الست برضو بتتكلم لسبب من 4. اول سبب ان هي عايزه توصل معلومه، وده السبب الوحيد اللي بيخلي الراجل يتكلم. 2 بتحب تفكر بصوت عالي. 3 لو متضايقه بتحس بتحسن لما بتتكلم. 4 عشان تعمل حالة من الحب والمودة لما تتكلم عن مشاعرها. انما الراجل بيخاف يتكلم عن مشاعره كتير، لان ده بيفقده ذاته، لانه ساعتها بيحس ان هو ممكن يبان ان هو مدلوق، وهو ما بيحبش يكون كده، فبيفضل دايما الصمت وانه ما يتكلمش كتير عن مشاعره. فلما تلاقيه ساكت وداخل كهفه يقعد فيه شوية، يا ريت تسيبيه، لان هو ساعتها بيكون عنده مشكلة بيحاول يدور لها على حل، او بيحاول يعيد ترتيب نفسه واولوياته. فيا ريت تديله مساحته وما تحاوليش تدخلي ورا الكهف، والا التنين اللي بيحرس الكهف هيحرقك. هي الست ازاي بتحاول انها تدخل ورا الراجل الكهف؟ يعني بتلاقيه ساكت تفضل تطارده بالاسئله، ظنا منها ان هي بتحاول ان هي تساعده، او بتحاول ان هي تغير المود السلبي اللي هو فيه. فتفضل تساله مالك؟ يقول لها مفيش. انت زعلان؟ لا. طب انت كويس؟ ايوه. في حد مضايقك؟ لا. انت زعلان مني؟ يا ستي ما قلنا لا. لما تلاقيه بيرد على اسئلتك باجابات مختصره، افهمي بقى ان هو دلوقتي في الكهف، فيا ريت تسيبيه وتديله مساحته وما تخنقيهوش وتضغطي عليه بالاسئله الكتير ظنا منك انك انت بتساعديه. لكن هتتفاجئي انك لو فضلتي تضغطي عليه وترجيه بالاسئله الكتير انه هينفجر في وشك،
مش قلت لك خدي بالك من التنين؟ الافضل انك تسيبيه خالص لحد ما يخرج لوحده. مطاردتك ليه هتخلي قعدته في الكهف الطول، خدي بالك. هو محتاج منك قبول صامت لدخوله الكهف، ما تفضليش تطارديه. طيرت الدوحه اخر ده طيرت الدوحه، وهو لو رايح الدوحه هيخبي عليكي ليه؟ يا ستي سيبيه، وهو اول ما يروق كده جوه كهفه شويه هيخرج وهيحكي لك على كل حاجه. امال لما احس ان هو داخل الكهف اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ اولا اوعي يحس انك متضايقه منه. ثانيا سيبيه خالص، ما تحاوليش تساعديه حتى لو عارفه سبب دخوله الكهف. قلت لك هو ما بيحبش حد يساعده الا اذا هو طلب. ثالثا ما تفضليش واقفه على باب الكهف تستنيه وافتكري التنين. رابعا بلاش يحس انك انت قلقانه عليه، لان الست بتحب تحس ان الراجل قلقان عليها لان ده دليل على حبه ليها. انما الراجل لما بيحس ان الست قلقانه عليه بيحس ان هو ضعيف وان هو مش مصدر ثقه ليها. يعني المفروض انك معجبه بيه وبقدراته وان هو مصدر الحمايه والامان بالنسبه لك، فمش معقول تقلقي عليه. تفتكري هو الهيرو بتاعك ولا ايه؟ خامسا اعملي حاجه تخليكي سعيده في الوقت ده، زي ما قلنا قبل كده. ممكن تقري كتاب، ممكن تخرجي تتسوقي، ممكن تروحي تقعدي مع واحده صاحبتك، تروحي عند مامتك. اعملي اي حاجه انت بتحبي تعمليها وتخليكي سعيده، وما تخليكيش تحسي ان في مشكله من دخوله الكهف. ولما يخرج ويلاقيكي مبسوطه وسعيده ومش متاثره بالفتره اللي هو قاعد فيها في الكهف، ده هيخليه ما يحسش بالذنب تجاهك، ومش هيكون متحمل سبب عدم سعادتك، وده هيخليه يتعرف اكتر على طبيعتك. وكمان لما يرجع لك هتلاقيه عنده استعداد اكتر للحب والعطاء. لكن لو حاولتي تنتقدي عزلته ودخوله الكهف وحاسه انك بتتضايقي وبطل يعمل ده علشانك، فدي مشكله اكبر، لانه في الحاله دي بتخلى عن طبيعته وعن الغريزه اللي ربنا فطره عليها، وده هيخليه طول الوقت متوتر وحساس جدا وضعيف وسلبي، وهيتحول للأسوأ. وانتي وهو مش هتبقوا مدركين ايه سبب التغيير اللي حصل له ده، لكن هو للأسف التغيير اللي حصل له ده بسبب تخليه عن طبيعته وعن غريزته. المفروض ان هو لما يدخل الكهف انت تبقي عارفه ومدركه ان دي طبيعته وان دي غريزه عنده وما يقدرش يتخلى عنها. فيا ريت ما تحسسوش ان هو مدين او ان هو بيعمل حاجه غلط او ان هو غلط في حقك. وهي كمان لو حست ان هي متضايقه في الوقت ده، لان هي كمان اوقات كتير بتبقى محتاجه لك ومش بتلاقيك، فيا ريت ما تنكرش عليها مشاعرها وتحسسها ان ده مش من حقها. بالعكس تقبل مشاعرها وحاول تحسسها وتطمنها انك انت جنبها وانك انت ما تخليتش عنها ابدا، وان دي كانت فتره مؤقته، وحاول تعوضها عن الفتره اللي انت غبت عنها فيها. يا ريت تزود شويه من الحب والحنيه. حاولي دايما تطمنيه وتحسسيه بالامتنان وانت بتكلميه عن اي مشكله عشان ما يحسش انك انت بتلوميه. حاولي دايما تقولي له انا مش عارفه كنت هعمل ايه لو انت مش موجود، انا لما بتكلم معاك بحس ان انا مستريحه جدا، انا مبسوطه جدا انك بتسمعني، وهكذا. ولو حسيتي في الوقت ده انك انت فعلا عايزه تلوميه لان هو السبب في المشكله ان ما كانش هو المشكله نفسها، فيا ريت تاجلي الكلام معاه شويه. حاولي الاول قبل ما تبداي تتكلمي معاه عن المشكله دي انك تتكلمي في المشكله دي مع حد تكوني بتثقي فيه، علشان تخرجي اكبر كميه من المشاعر في الاول. ولما تيجي تتكلمي معاه هو عن المشكله دي وتناقشيها معاه تكوني اهدى شويه. او لو ما لقيتيش حد تاني تتكلمي معاه، ممكن انك انت تكتبي مشاعرك دي في ورقه وتخرجي كل الكلام اللي انت عايزه تقوليه دي، فلما برضو تيجي تتكلمي معاه هتلاقي نفسك اهدى شويه، وفي حاجات كتير قوي كنت عايزه تهاجميه فيها بداتي تتكلمي معاه بطريقه اهدى واعقل، فبالتالي تقدروا تتناقشوا حوالين المشكله وتوصلوا لحل ليها من غير الموضوع ما يقلب لخناقه. وتجنبي دايما وخصوصا وانت بتتكلمي عن المشكله انك انت توجهي له اي نصيحه، لان من الحاجات اللي فعلا لازم تتجنبيها وما تعمليهاش ابدا انك تتوجهي للراجل بنصيحه. زي ما قلنا الراجل مش بيقبل النصيحه الا اذا طلبها، لانك لو حاولتي انك انت توجهي له نصيحه او انك انت تحلي له مشكله ساعتها بيحس بحاجه من الثلاثه. اول حاجه انك مش واثقه فيه ولا واثقه ان هو يقدر يحل المشكله دي لوحده. تاني حاجه انك بتعامليه كطفل وعايزه تتحكمي فيه. ثلاثة انك عايزه تغيريه بدل ما تتقبليه زي ما هو، مش عاجبك يعني. ما تحاوليش تنصحيه الا اذا هو جاب نفسه وطلب منك النصيحه او استشارك في موضوع، ساعتها بقى يبقى هو اللي جابه لنفسه، احنا مالناش دعوه. عارفين الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في الكون زي المد والجزر والبرق والرعد والشتاء والكسوف والخسوف، كل دي ظواهر طبيعيه. طب عارفين يعني ايه ظواهر طبيعيه؟ يعني حاجه بتحصل في الكون من غير اي تدخل من الانسان ولا حتى يقدر يتحكم فيها. اهو الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في الكون في منها ظواهر طبيعيه برضو بتحصل جوه الانسان وهو بنفسه لا يقدر يتدخل ولا يتحكم فيها. ايه هي بقى الظواهر دي؟ بالنسبه للراجل ظاهره اسمها ظاهره الحزام المطاطي، بالنسبه للست ظاهره اسمها الموجه والبئر. ونبدا بظاهره الحزام المطاطي، ودي ظاهره بتحصل للرجاله. ومن الاول خلينا متفقين ان الرجاله كائنات مستقله بتحب الحريه والاستقلال، وخلينا كمان متفقين ان الراجل مش دايما بيقدر ان هو يكون على صله بمشاعره، بمعنى ان هو ما يقدرش يعيش دايما في حاله حب
الحب بيمثل جزء فقط من حياة الراجل مش حياته كلها، فهتلاقيه في وقت معين وعايش معاكي في حالة حب قوية جدا، وهتلاقيه في منتهى السعادة والاهتمام ومش عارف يعمل لك ايه، وهتحسي في الوقت ده ان هو بيحبك جدا ومرتبط بيكي قوي وما يقدرش يستغنى عنك خالص. وفجأة هتلاقيه انسحب وكأنك مش موجودة وبيحاول يشغل نفسه بأي حاجة تانية غيرك، وتبقي مصدومة ومستغربة جدا ومش عارفة ايه اللي حصل. ده احنا لسه الايام اللي فاتت كنا في منتهى السعادة وكان مهتم بيا جدا ومش قادر يبعد عني ولا قادر يستغنى عني لحظة واحدة. ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه ولا غلطت في ايه ولا هو بطل يحبني ليه؟ لا، انت ما غلطتيش ولا حاجة ولا هو بطل يحبك. كل الحكاية انه لابس حزام مطاطي. لما بيعيش حالة قوية من الحب بيلاقي نفسه غصب عنه بعد كده بينسحب شوية شوية دون اي ارادة منه، وبيبقى عايز يبعد عنك وما عندوش رغبة حتى ان هو يتكلم معاكي. ولو حاولتي تتدخلي انك انت ترجعيه تاني وتحاولي انك انت تجذبيه تاني ليكي، للاسف الوضع هيسوء اكتر وهتلاقيه بيحاول ان هو يهرب منك اكتر. في الحالة دي احسن حاجة انك انت تسيبيه خالص، اديله فرصة ان هو يشتاق لك ويحس باحتياجه ليكي. سيبيه يبعد ويشد في الحزام ويشد في الحزام، وكل ما يبعد عنك الحزام هيتشد اكتر لحد ما فجأة ودون ارادة منه هيرتد لك تاني، وساعتها هيكون حاسس قد ايه هو محتاج لك وقد ايه محتاج وجودك في حياته. وساعتها طبعا انت كمان مش هتبقي قادرة تبصي في وشه، وده حقك طبعا مهما كنتي متفهمة لطبيعته، لكن برضه هو مش هيخبطك في الحيطة ترديله تاني. وزي ما هي تفهمتك في الاول انت كمان لازم تتفهمها. حاول ما تنكرش عليها مشاعرها، وزي ما بعدت عنها وهي سابتك براحتك خالص، حاول انت كمان لما ترجع لها تجذبها ليك شويه شويه، لان في الفتره اللي الحزام المطاطي اخدك بعيد عنها دي كانت فتره مؤلمه جدا بالنسبه لها، فما نقدرش ننكر عليها ان هي تتضايق فيها. وزي ما هي تفهمتك وما عملتش مشكله، انت كمان تفهمها وحاول انك انت تراضيها وتجذبها ليك شويه شويه لحد ما ترجعوا زي الاول واحسن. وانت اتضايقتي اوكي، مش هنقدر نقول لك حاجه، بس يا ريت ما تحاوليش انك انت تعاقبيه على انسحابه، لان ساعتها هيحس ان هو ما يستحقش حبك وهيحاول يقاوم حزامه المطاطي علشان يرضيك، ويحاول انه ما يكررش دورته الطبيعيه، لكن ده للاسف هيأثر عليه بالسلب وهيخليه يتحول لانسان سلبي وعصبي جدا. وايه السبب؟ السبب طبعا هو كبت فطرته. اما الست وفي المقابل هنلاقيها من فتره للتانيه بتمر بظاهريه الموجه والبئر، يعني هتلاقيها الموجه اخداها لفوق 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 وفجاه تنزل تحت بيها في الاعماق. يعني طول ما هي حاسه ان هي محبوبه وان هي متقدره وان هي راضيه عن نفسها وعن العلاقه، هتلاقي الموجه اخدها لفوق 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 لحد ما توصل بيها للذروه، وفجاه وبدون اي مقدمات هتلاقيها خدتها ونزلت بيها للقاع، وحالتها المزاجيه هتتغير ومودها هيبقى سيء جدا. هتلاقيها كويسه ودوده ومعطاءه وغايه في السعاده، وفجاه وبعد 10 دقائق هتلاقيها اتحولت لست عصبيه جدا ومتوتره ومش راضيه عن نفسها ولا عن اي حاجه حواليها بما فيهم انت، ان ما كنتش انت طبعا في اولوياتها. نصيحة: لا تحاول إصلاحها. لو حاولت في الوقت ده تهديها انت كده بتلعب في عداد عمرك. حاول تسيبها خالص وهودها لحد ما هي تهدى لوحدها. ما تحاولش تستغرب ولا تستنكر ولا ترفض مشاعرها، ولا برضو تسمعها كلمتين، ولا تحاول تقدم لها نصيحة ولا تحاول تقدم لها حلول. وحاول بس في الوقت ده تظهر لها قد ايه انت متعاطف معاها ومتفهم مشاعرها دي، وتعطي يا عم شويه لحد ما العاصفه تهدى. وخد بالك ده حقها عليك، زي ما هي تفهمتك وقت ما الحزام المطاطي اخدك وانسحب بعيد خالص عنها، انت كمان لازم تتفهمها لما الموجه تاخدها وتنزل بيها في القاع. ما تجبرهاش على كبت مشاعرها، لان دي دوره طبيعيه بتمر بيها باستمرار من وقت للتاني. ولو حاولت تكبت فطرتها علشان ترضيك، ساعتها للاسف ده هيخليها تتحول لسلوكيات ادمانيه تانية، زي الشراهه في الاكل، الافراط في العمل، الافراط والاهتمام الزايد بيك وبالاولاد. ومع الوقت وشويه شويه هتتحول لانسان عديم الشعور، وبعديها بشويه هتلاقيها انفجرت فيه وكرهتك وكرهت نفسها وكرهت العيشه واللي عايشينها. لان للاسف برضو زي ما قلنا ان كبت المشاعر السلبيه بيكبت معاها المشاعر الايجابيه وبيموتها تماما. ونطلع من ظاهره الحزام المطاطي بان الراجل محتاج مساحه، ومن ظاهره الموجه والبئر ان الست محتاجه تفهم. ومن هنا هنروح للحاجات الأولية لكل من الست والراجل. والحاجات الأولية هي الحاجات اللي احنا منقدرش نستغنى عنها ولا نقدر نستبدلها، زي المية والهواء. 1. هي محتاجة رعاية، وهو محتاج ثقة. هي محتاجة انك تراعيها وتراعي احتياجاتها واهتماماتها وشؤونها، وهو محتاج انك تثقي فيه وفي قدراته وتعرفي ان هو دايما قدها. 2. هي محتاجة تفهم، وهو محتاج تقبل. اسمعها دايما وتعاطف معاها وحاول تتفهم مشاعرها. وانت كمان وقت ما ينسحب ويدخل كهفه ما تعاقبهوش ولا تحاولي تحسسيه بالذنب، وافهمي ان دي فطره طبيعيه وغريزه عنده. 3. هي محتاجه للاحترام، وهو محتاج للتقدير.
قبل ما تتصرف اي تصرف يا ريت تحطها في اعتبارك. دايما راعي مشاعرها واحتياجاتها وشكلها قدام الناس، وانتي دايما قدري مجهوداته وقدري قيمته ووجوده في حياتك. 4. هي محتاجة للإخلاص وهو محتاج للإعجاب. تكون مخلص ليها وتخليها في أولوياتك، ودايما تقدم احتياجاتها على احتياجاتك، وبكده هتحس قد ايه انت بتحبها وقد ايه انت مخلص ليها، وهتبدأ تحس بأنوثتها وتهتم بنفسها، وهتلاقيها مزدهرة كده دايما ومنورة وانت الكسبان. أما هو محتاج دايما يشوف نظرة الإعجاب في عينيكي بمواهبه وبتصرفاته وقدراته. أمين، لطيف، دمه خفيف، حنين، مجتهد، ناجح، كل دي صفات جميلة. حاولي تشوفي ايه الحلو اللي فيه وابدأي اظهري إعجابك دايما بيه، وكل ما أظهرتي إعجابك بيه أكتر كل ما هو هيحبك أكتر. 5. هي محتاجة للتصديق وهو محتاج للاستحسان. صدق مشاعرها وتقبلها. لما تكون متضايقة منك أو متضايقة من انسحابك أو حتى حاسة بمشاعر الغيرة أو عدم الأمان أو الاطمئنان، ما تحاولش تنكر مشاعرها حتى لو شايف إن ملهاش أساس. في النهاية هي اللي حاسة، حاول تطمنها. وانتي حاولي دايما تستحسني تصرفاته حتى لو على الله حكايته، خليه دايما البطل في حكايته. دوري على الحلو اللي جواه. مش لاقيه؟ بصي لنص الكوبايه المليان، بلاش تبصي للنص الفاضي. الكوبايه كلها وقعت واتدلقت مفيش. طب تمام، انا هقولك انت خليه قاعد كده ومرحرح الكنبه، وتقومي رايحه جايبه له برطمان الصلصه وتروحي له وتقولي له ايه يا حبيبي لو سمحت ممكن تفتح لي برطمان الصلصه ده اللي مش قادره افتحه خالص. هتلاقيه هو بقى كده ايه، اخد ثقه جامده في نفسه وراح فاتح لك برطمان الصلصه، اكيد بقى هيعرف يفتحه. ساعتها بقى عايزاكي تنبهري بس من غير افوره. حاولي تقولي ايه ده، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه، ده انا كان زماني قاعده محتاسه مش عارفه افتح برطمان الصلصه ده ازاي، وهكذا وهكذا. دايما حاولي تستحسني تصرفاته حتى لو اساء التصرف، هو اكيد ما كانش يقصد كده. ودايما دوري على الحلو اللي ورا التصرف، ده هيشجعه ان هو بعد كده يتصرف بشكل احسن. 6. هي محتاجه طمأنة وهو محتاج تشجيع. المنطقي انك لما تمنحها تفهم ورعايه واهتمام واحترام وتخلص لها، كل ده يطمنها ويخليها تحس قد ايه انت بتحبها. لكن للاسف الست مش دايما بتفكر تفكير منطقي. معلش احنا هنتعب حضرتك شويه. من وقت للتاني حاول تطمنها صراحه كده، قول لها في وشها انك بتحبها وما تقدرش تبعد عنها ولا تستغنى عنها، وما تخافش. وانتي حاولي دايما تشجعيه، مش بانك تسقفي له، لا، عبري له دايما عن ثقتك وعن تقديرك وعن اعجابك بيه. ده هيشجعه انه يطلع احسن ما فيه، وحتى لو ما لقاش هيبعت يجيب من بره. وبلاش تغلطي الغلطه اللي للاسف معظمنا بيقع فيها، انك تقدمي له حب ورعايه بدل حب وثقه، لان رعايتك الزايده ليه بتهز ثقته بنفسه وبقدراته. ثقي فيه واديله فرصه ان هو اللي يرعاكي، وابعدي عن المجادلات. المجادلات بين الزوجين ظاهره غير صحيه، وللاسف المجادلات دايما بتمر بين اخ واخته، بين زميل وزميله، لكن في العلاقه الزوجيه المجادلات مش بتمر على خير ابدا، وبيتحول الجدل من مناقشه حوالين موضوع معين انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي، انت ازاي بتعلي صوتك عليا، انت اسلوبك وحش، انت مش فاهمني، طب ليه كده؟ طيب في الجدال الراجل بيحس بالتحدي، وبصوره آلية طريقه كلامه مش بتبقى لطيفه، ويبدا يقلل من احترامه للطرف التاني، فبيظهر وكأنه بيهاجمها، وتتحول طريقة كلامه لأوامر، وده بيثير رفضها وبيؤلمها جدا. بينما هي لما بتحس ان هو بيتحداها بصورة آلية بتبدأ تعبر عن عدم ثقتها فيه ورفضها ليه، وده بيجرحه جدا. نطلع بقى كلنا من الجدال مجروحين ومتألمين. والحل الجدال لو كان بين اتنين، فاللي هينهي الجدال هو طرف واحد، هو اللي لازم ينسحب من الحديث، ونستنى شوية لحد ما الطرفين يهدوا ونبدأ نتناقش تاني حوالين الموضوع، وناخد وندي بشكل ودي. لكن لو استمرينا في الجدال على نفس الوضع، الراجل هيتبع استراتيجية من اتنين، اما انه يقاتل ويهاجم عشان ما يحسش ان هو في موقف ضعف، او هيهرب من الجدال ويعاقبها بالصمت. والست برضه هتتبع استراتيجية من اتنين، اما انها هتتظاهر بالموافقة والسعادة عشان تعدي الموقف، او هتستسلم عشان ترضي شريكها بأي شكل، وفي الحالة دي هتفقد ذاتها وهتبقى مكتئبة ومش سعيدة اطلاقا. ومثال لحوار مثير للجدل، حاجة بتحصل معانا كل يوم، لما الزوج يتأخر عن ميعاده بره البيت، هي هتسأله اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ انت كان لازم تتصل بيا. هو هيفهم ان هي بتتهمه بعدم المسؤولية، وان مفيش سبب لتأخيره بره كل ده، فاما ان هو هيبدأ يهاجمها، انا مش كل شوية هتصل بيكي، فيها ايه لما اتأخر بره شوية، انت كل شوية تعملي مشكلة، انا مش فاضيلك، وهكذا. او ان هو هيبدأ يوضح لها ويديها اسباب ومبررات لتأخيره بره، زي ان الطريق كان زحمه او ان الشغل كان كتير النهارده. وكل ما هو يوضح كل ما هي تحس ان هو بينكر مشاعرها اكتر، وان مش من حقها ان هي تقلق عليه. طب ازاي نعدي الموقف ده بامان؟ بسيطه، هي تعبر عن مشاعرها وتقول له بطريقه مباشره انا قلقت عليك لما اتاخرت، ممكن بعد كده لما تتاخر تبقى تتصل تطمني، بس كده.
وهو من غير اي توضيح ولا ابداء اي اسباب: اسف يا حبيبتي، حقك عليا. خلصت يا جماعه، هي ما تزودوهاش بقى. نيجي لنقطه مهمه بتتفهم غلط وللاسف بتبوظ كتير من العلاقات، وهي حساب النقط. زي ما احنا عارفين الستات بتحب الهدايا، فالراجل لما يجيب لها عربيه بالنسبه لها كانه بالظبط جاب لها ورده، الاتنين بياخد عليهم نقطه واحده. في الحالتين هي هديه واحده بتاخد عليها نقطه واحده، لكن هو بيبقى شايف ان العربيه دي حاجه كبيره المفروض اخد عليها 100 نقطه، مش زي ما اجيب ورده. الراجل بقى جايب عربيه ويلا عد الجمايل. جمايل ايه حضرتك اللي عدها؟ دي عربيه واحده مش 4، اعد ايه بقى؟ فتلاقي عين الراجل بيتعب ويشقى ويحاول يزود دخله علشان يجيب لها العربيه ويحقق لها احلامها، او يجيب لها فيلا في الساحل زي بنت خالتها. هو كده متخيل ان هو بيحقق لها احلامها وان هو هيخليها في منتهى السعاده، وده كمان هيخليها تتغاضى عن انشغاله عنها وعن حاجات صغنونه كده ممكن تكون هي محتاجاها، زي ان هو يخرج معاها في يوم الاجازه، او انه يظهر معاها في مناسبه اجتماعيه، او ان هو يقعد معاهم شويه في البيت يتفرج على فيلم. ما هو الراجل بقى بيحوش تمن العربيه، هيعمل ايه ولا ايه؟ لكن للاسف الحاجات الكبيره او الهديه الكبيره مش هتغنيها ابدا عن الاحتياجات الصغيره اللي هي بتبقى عايزاها. وزي ما واحده صاحبتنا كده قالت له: انت كل مره تستسهل وتجيب لي الماظ الماظ، مفيش مره تعمل حاجه تانية. زي ما قلت لك، هي بالنسبه لها الحاجه الكبيره هتديك عليها نقطه، والحاجه الصغيره برضه هتديك عليها نقطه. بل بالعكس، الحاجات الصغيره هتزود نقطك عندها اكتر، وهتخليها تحس بالامتنان اكتر من الحاجات الكبيره اللي انت شايفها ب100 نقطه. وكل ما نقطك عندها زادت كل ما هتمنحك حب اكتر، تقدير اكتر، اعجاب اكتر، استحسان اكتر، وتشجيع اكتر. والنبي بقى توصي بشويه، مش هوصيك بس من غير مبالغه، وتاكدي ان اي سلوك هتشجعيه هيفضل مستمر عليه ومش هيبطله ابدا طول ما انت بتحسسيه بالتقدير. ولو غلط بلاش دايما تحسسيه بغلطته وتأنبيه عليها وتخليه يحس ان دي نقطه ضعف عنده، بل بالعكس ده اكتر وقت هو بيكون محتاجك فيه ومحتاج لدعمك ومساندتك ليه. وكل ما كان الخطأ كبير وانت تفهمتيه كل ما نقطك عنده زادت، وفي المقابل هتلاقي منه حب واهتمام ورعاية وإخلاص أكتر بكتير. أما لو كل شوية فكرتيه بغلطته وأنبتيه عليها، ساعتها هيقلب عليك الترابيزة وهيبدأ هو كمان يلومك ويعاقبك على كل حاجة، وبدل ما يديكي نقط إيجابية هيديكي نقط عقابية، وهيبدأ يلومك على كل حاجة. ونيجي بقى لحاجة مهمة الكتاب بيناقشها: أزمة الطلبات، ودي طبعا الأزمة اليومية اللي عندنا. الحب بالنسبة للست إنها تكون مش محتاجة تطلب، فهي عايزاه يفهم احتياجاتها من غير ما تطلبها منه، ولو هي ما طلبتش الراجل بيفهم ان هي تمام، هي مكتفية وهو بيقدم لها كل حاجة. يعني هي مش عايزة تطلب بس هي محتاجة، لو هي ما طلبتش هو بيفهم ان هي مش محتاجة بس هي محتاجة. طب نحلها ازاي دي؟ لا معلش، اطلبي بقى، يعني ما تتوقعش منه ان هو يعرف طلباتك من غير ما تتكلمي، لكن اختاري الوقت المناسب، اطلبي من غير اوامر بإيجاز. انت مش مضطرة تقنعيه بطلباتك وباحتياجاتك، يكفي انك تطلبيها باسلوب مباشر. يعني لو عايزاه يجيب النهارده الولاد من المدرسة، ما تفضليش تغني وتلفي وتدوري حواليه وانت عمالة تقولي له في حد لازم يروح يجيبهم، انا مش قادرة، انا كنت رايحة بس مش فاضية، انا تعبانة جدا النهاردة. هو بيحس في الوقت ده انك انت بتلزميه، ولو هو ما عملش كده يبقى انت بقى سايبني لوحدي وانا اللي بعمل كل حاجة وانت مش بتعمل اي حاجة. كلامك كده هيكون فيه مطالبة مش طلب، والفرق كبير. لكن تقدري تقولي باختصار وبطريقة مباشرة ومن غير أوامر: ممكن تروح تجيب الولاد من المدرسة؟ وبلاش تقدر تجيب الولاد من المدرسة، لأن تقدر أقدر بس مش هعمل كده، لأن السؤال بتقدر بيثير الراجل ويخلي الإجابة أقدر بس مش هعمل كده. انت بتحاولي تطلبي منه بأدب زيادة: تقدر تعمل كده، لكن هو مش بيفهمها كده، هو بيحسها إهانة. تقدر؟ طبعا أقدر، ما أقدرش ليه؟ لكن ده ما يعتبرش وعد إن هو هينفذ لك طلبك، لكن هو بس بيرد على سؤالك. لكن لما تطلبي منه وتقولي له ممكن تعمل كده، في الحالة دي هو هيحس إنك انت بتخيريه، وغالبا هيختار الخيار اللي هيريحك ويرضيك وهينفذ لك طلبك. طب لو قال لا، وده طبعا متوقع، بدل اديتيله الخيار يبقى ممكن يقول وممكن يقول لا، ساعتها بقى تقبلي واكتمي غيظك في قلبك وما تبينيلوش. ولو جه وسألك وقال لك انت اتضايقتي صح، انا عارف، قولي له ايوه بس هنكر، وتمام كده. ارجعي بعد كده تاني واطلبي منه نفس الطلب تاني، ولو رفض برضه عادي تمام، ربنا يجعلنا من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. زي ما من حقك تطلبي من حقه انه يرفض، وتنحي ورخمي واطلبي تالت. اكيد بقى المره دي هيكون صعب عليه انه يرفض، والا شكله هيبقى وحش قوي بصراحه. والكاتب هنا بيحكي قصه انه كان متطوع في مشروع خيري وكانوا محتاجين متطوعين معاهم، فزميله ليهم حبت ان هي تتصل بصديق ليه علشان تطلب منه ان هو يتطوع معاهم في المشروع، وهو فهمها ان الزميل ده عنده ظروف وان هو مش هيقدر ان هو يتطوع معانا في المشروع ده، لكن هي اصرت ان هي تكلمه.
وقالت له حتى لو في ظروف هتمنعه ان هو يشارك معاهم في المشروع ده، فلو طلبته بعد كده في مشروع تاني هيكون عنده استعداد اكتر ان هو يوافق. اطلبي منه زي ما قلنا باختصار وبطريقة مباشرة وبدون اوامر. ولو لقيتيه سكت شوية اسكتي انت كمان واديله فرصة ان هو يحاول يقلبها في دماغه. ولو لقيتيه فضل يتكلم مع نفسه كده، انا لا انا تعبان، انا لسه جايه من الشغل، انا كنت لسه هنام، انا عندي شغل الصبح بدري، بلاش تتسرعي واوعي تتدخلي وتقولي له انا خلاص مش عايزه حاجه انا هتصرف. استني لما يخلص برطمه خالص والزمي الصمت. هو بس بيحاول يقاوم طلبك لكن ما رفضوش، لسه سيبيه وافضلي ساكته خالص لحد ما هو يقولك اه او لا. البرطمه اللي هو بيبرطمها دي على فكره ظاهره صحيه وحاجه كويسه جدا، هو بس بيحاول ان هو يفكر في طلبك مقابل احتياجاته. ما هو مش دايما برضو طلباتك هتوافق هواه، فممكن يقولك تمام ويوافق على طلبك وتلاقيه وهو خارج راح هابد الباب وراه او بدأ يكلمك بعصبية، ساعتها تجاهليه خالص. هو اول ما يبدأ ينفذ اللي انت عايزاه ويبدأ يحقق الهدف المطلوب منه هيحس بالرضا عن نفسه، وهيحس قد ايه هو زوج مثالي، وهيحس بالفخر وكده، وهيرجعلك وهو بوش تاني خالص. ساعتها انت بقى اشكريه وكلمتين حلوين من عندك، ربنا يخليك ليا، مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه، لو انت مش موجود مش عارفه كنت هتصرف ازاي. اوعي تتجاهليه بعد ما ينفذ لك طلبك. وتمام كده، لو اتبعتي نفس الاستراتيجيه دي هو هيبقى كده متبرمج ان هو ينفذ طلباتك. واخيرا، فالحب والارتباط والجواز بيمر دايما بالفصول الاربعه، صيف ربيع خريف شتاء، ما تتوقعيش ابدا منه ان هو يكون ربيع على طول. فيا ريت نكمل حياتنا ورحلتنا مع بعض وكل واحد فينا ممتن وسعيد من وجود التاني في حياته، وده اللي هيخلينا مستمتعين مع بعض طول الرحله. ودايما يا رب اشوفكم في سعادة. ولو وصلت معانا للنقطة دي يا ريت ما تبخلش علينا بدعمك بلايك وشير واشتراك في القناة، ونشوفكم على خير المرة الجاية مع كتاب جديد. ويا ريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم والكتب اللي حابين ان احنا نشارككم فيها. ومع السلامة.